كريستيانو رونالدو كيودعنا وكيودع اليورو بالدموع بعد ما تقسم اليورو واحد الاقصاء غير مشرف، وحنايا ما كرهناش نشوفوه في النهائي، ولكن ولاد الحرام ديال البرتغاليين ما حمليناش. كمل معايا الفيديو حتى الاخر باش تفهم كلشي، وما تنساش تقول لي شكون هاد العام غيدي اليورو، واش اسبانيا ولا فرنسا ولا الانجليز ولا تركيا ولا سويسرا؟ قول لي هادشي في التعليقات. كما عارفين ان اليوم كان ربع النهائي كاس الامم الاوروبيه، واليوم تلعبوا جوج ديال المباريات. المباراه الاوليه بين اسبانيا والمانيا صاحبه الارض والجمهور. اسبانيا كتقول المانيا ما كتفهم والو. المباراه سالت بالتعادل 1-1، ولكن في الاشواط الاضافيه اسبانيا كتقضي على المانيا، وتوني كروس المسيره ديالو كتنهى رسميا، وباي باي توني كروس. ونمشيو لمواجهه اخرى، مواجهه كريستيانو رونالدو الوحيد ضد فرنسا. فرنسا قادره تقصي كريستيانو رونالدو وغير بالزهر. رونالدو دار الواجب ديالو حيت المباراه سالت ب 0-0 في الاشواط الاضافيه، 0-0 في ضربه الترجيح. رونالدو ماركا الهدف ديالو، ولكن جوان فيليكس ضيع ضربه جزاء هو السبب اقصاء البرتغال. لاعبي البرتغال